السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض فطيره ال10 دقايق من غير فرد ولا عجن، وهنعملها بطريقه سهله وسريعه ما تاخدش معانا وقت ولا مجهود، وتطلع كمان معانا مورقه بالشكل ده. متنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل حلقاتكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. المكونات معايا لفه جلاش، معايا نص كوبايه سمنه، معايا علبه زبادي بلدي، ومعايا نص كوبايه لبن، ومعايا بيكنج باودر. اول حاجه هنعملها مع بعض، هننزل بنص كوبايه السمنه بالشكل ده، وابتدي انزل عليها بعلبه الزبادي البلدي واقلبهم كويس مع بعض، نضربهم كويس. وبعد كده انزل عليهم بنص كوبايه لبن بالشكل ده. بعد كده انزل عليهم بمعلقه صغيره ممسوحه من بيكنج باودر، انزل عليها بربع معلقه صغيره من الملح، وانزل عليها بمعلقه صغيره من السكر بالشكل ده، ونقلبهم كويس بالشكل ده. هنبتدي نقلب المكونات مع بعضها بالشكل ده. دي التشريبه اللي احنا هنسقي بيها الجلاش بالشكل ده مع بعض. بعد كده هكون مجهزه معايا صينيه، نجهز الصينيه بالشكل ده، ونبتدي ان احنا ندهن الصينيه سمنه بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد كده ابتدي ان انا افرد الجلاش بالشكل ده. شايفين التشريبه بتاعتنا بدات تتقل معانا بالشكل ده دليل ان البيكنج باودر اشتغل مع الزبادي. ابتدي ارص الجلاش، اخد ورقه من الجلاش ابتدي ان انا احطها في الارضيه بالشكل ده، واحط ورقتين في وش بعض وورقتين التانيين في وش بعض الناحيه التانية. وابتدي ان انا لازم ما بين كل ورقه والتانية ان احنا نسقي بالتشريبه كويس جدا، ما نخليش يعني الجلاش من غير التشريبه، لازم يتشرب كويس. ونحط نص الورقه جوه الصينيه والنص التاني بره الصينيه. حطينا مثلا الورقه الناحيه ديت، نبتدي ان احنا نحط الناحيه التانية في وشها بالشكل ده. نكمل الصينيه داير ما يدور بالشكل ده، ونطلع نص الورقه بره ونخلي النص التاني جوه، ونبتدي ان احنا نسقيها كويس بالتشريبه. فطيره سهله وسريعه ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، في 10 دقايق بالظبط هتطلع معاكي احلى فطيره، وتبقى مورقه وتبقى احسن واخف من الفطير اللي هي ان احنا بنعمل لها عجين. شايفين؟ ولا فرد ولا عجن ولا اي حاجه، سهله وسريعه ما بتاخدش معانا وقت، وكمان هي اقتصاديه. اخلص الصينيه بتاعتي كلها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ابتدي احط ورقتين في وش بعض وورقتين في وش بعض، ونخلي النص جوه والنص التاني بره، ونكمل لغايه ما نخلص لفه الجلاش كلها بالشكل ده. بعد كده اول ما خلاص خلصنا ورقه الجلاش كلها، هنبتدي ان احنا ناخد من الورق الجلاش اللي هو من بره الصينيه، ونبتدي ان احنا نطبقها كويس جوه الصينيه بالشكل ده، وابتدي ان انا اسقيها بالتشريبه بالشكل ده، وابتدي ان انا اقفلها كويس بالشكل ده. خلاص كده وصلنا لاخر ورقتين من الجلاش. هبتدي ان انا اسقيها كويس بالتشريبه كده. خلاص الصينيه قفلناها مع بعض بالشكل ده، ونسقيها كويس بالتشريبه. وبعد كده نبتدي ان احنا ندهن وش الصينيه معلقه سمنه كده على الوش، وبعد كده ندخلها على الفرن على درجه حراره 180. تطلع معانا بالشكل القمر ده. شايفين جميله ازاي وهشه ازاي؟ بجد سهله وسريعه ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، وكمان طعمها جميل جدا. هنبتدي ان احنا نقطعها. شايفين ما شاء الله مورقه ازاي وجميله ازاي؟ جربوها هتدعولي بجد. فطيره في 10 دقايق ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، وكمان مكوناتها بسيطه وموجوده في كل بيت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.